في هذا الفيديو غادي نهضر لكم على كل ما كيخصك تعرف باش تنجح في التحديات ديالك الرياضيه. غادي نشارك معكم النصائح باش تنجح، الاسرار باش تحافظ على الحماس، والاخطاء اللي خاصك تفاداها باش توصل للهدف ديالك. في هذا الفيديو غادي يكون دليل شامل باش تنجح في الرحله ديالك الرياضيه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو غادي يكون مختلف على الفيديوهات اللي كنت كنحط. في هذا الفيديو غادي نحاول نحط لكم واحد الفيديو شامل اللي كيهضر على الحوايج اللي خصك تعرف باش تنجح في التحديات ديالك الرياضيه. غادي نهضر لكم على كيفاش تبقى منضبط وملتزم في التحديات ديالك، وعلى كيفاش تحافظ على الحماس ديالك والاخطاء اللي خصك تفاداها. وفي هذه النصائح ما كيطبقوش غير في التحديات الرياضيه، وانما في جميع المجالات الا بغيتي تنجح وتوصل للهدف ديالك. بلا ما نطول عليكم نبداو. الجزء الاول هي كيفاش تبقى ملتزم في البرنامج ديالك. واول حاجه نبغي نبدا فيها هي الحاجه اللي كنقولها في جميع الفيديوهات اللي كنحط، هي الالتزام والاستمراريه. والاستمراريه هي المفتاح اللي كتخليك باش تحقق الاهداف ديالك. ولكن كيفاش نبقى ملتزم في البرنامج ديالي؟ اول نصيحه هي تحديد هدف واضح. يعني حاول ديما تركز على هدف ملموس. مثلا في هذا المجال، واش الهدف ديالك هو زياده القوه، او لا بغيتي تنقص في الوزن، او لا بغيتي تزيد في الوزن؟ دونك هنا كتحدد واحد الهدف واضح. ثاني حاجه هو تحضير المسبق. يعني خصك تبريباري قبل. يعني انا خصني يكون عندي واحد جدول زمني، سواء التمارين ديالي سواء الاهداف اللي بغيتي تحقق انت. وهنا كل نهار غادي تعرف شنو خصك دير وشنو الحاجه اللي خصك توجدها ولا تبريباريها. واهم حاجه هنا هي غادي تحاول تحافظ على التركيز ديالك وما غاديش تبقى مشتت. والثالث حاجه هي نبقى مستمتع بالتمرين ديالي. دونك الا كنت كتلقى البرنامج اللي كدير ممل، دونك غادي تجرب ديك الساعه شي تمرين جديد، اولا غادي تجمع واحد الكليكه من صحابك، ولا فاش كتمشي لاصال غادي تلقى واحد الكليكه ديك الساعه تخدم معاها. كذلك هو مثال في جميع المجالات اللي بغيتي دير انت. واخيرا ما تنساش تراقب التقدم ديالك، سواء بالصور سواء بدي نوت لي بلوك نوت، المهم تكتبها في شي بلاصه ولا شي حاجه. هنا بعد اسابيع كتلاحظ واحد التقدم ديالك، وهنا كيتزاد عندك الحماس باش تقدر تزيد تكمل. الجزء الثاني هما اسرار تحفيز التحديات. بيان سور كل حماس هو اللي كيخليك تبدا، ولكن كيكون صعيب باش يبقى مستمر. دونك ما كتبقاش ديما محمس. ايوا وكيفاش نقدر نبقى محمس ديما؟ اول سر هو تنويع التمارين. دونك حاول تنوع في التمارين ديالك باش ما يجيكش الملل. دونك انا غتجرب تمارين جديده ورياضات مختلفه، وهنا ما غاديش تحس بالملل. السر الثاني هي مكافاه النفس. دونك كل ما حققتي واحد الهدف صغير حاول تكافئ نفسك بشي حاجه اللي كتعجبك انت. هنا غادي تربط التمرين بواحد الحاجه ايجابيه وغادي يكون عندك تحفيز. والثالث حاجه هي التمرين مع الاخرين. شارك التحدي ديالك مع الاصدقاء. كل ما كتشارك التحدي ديالك مع الاصدقاء ولا مع ناس اخرين، هنا كيتزاد الحماس وكيتزاد واحد الجو ديال التنافسيه. وهاد التنافسيه كتكون بيان سور ايجابيه والحماس كيتزاد. واخيرا كما قلت لكم في الجزء الاول، خلي واحد الوسيله اللي كتراقب فيها التقدم ديالك والتطور ديالك. هذا الشيء بيان سور راه غادي يخليك تزيد تحمس وغادي يخلي فيك واحد التحفيز خارق جدا. والجزء الثالث غادي نحاولوا نهضروا على الاخطاء اللي خصك تفاداها البطل. وهنا غادي نمشيو الاخطاء اللي كيرتكبوها بزاف ديال الناس. اول خطا انا غادي نحاولوا نسبيسيفيو شويه نهضروا على الرياضه، هي تجاهل الاحماء. هنا قبل ما تبدا شي تمرين خاصك ضروري تهيئ العضلات ديالك باش يدخلوا في داك التمرين، باش تجنب الاصابه البطل، باش ما تلقاش المعاناه من بعد. والثاني خطا اللي كيرتكبوه بزاف ديال الناس هو التمرن بلا وقوف، ولا كتمرن بلا ما ترتاح. حيت كما كنعرفوا كاملين بلي الراحه مهمه بالنسبه للجسم ديالك، حيت الراحه هي اللي كتخلي العضلات ديالك يتبناو في الجسم ديالك البطل، حيت كيحتاج واحد الوقت باش يتعافى. وثالث خطا اللي كيرتكبوا كلشي هو التركيز على الكميه وليس على الجوده. بمعنى ماشي ضروري دير عدد كبير ديال التمارين، ولكن خاصك تركز على التكنيك ولا التقنيات الصحيحه باش تحاول تبني العضله ديالك وما ترينيهاش بواحد الطريقه اللي خاطئه. واخيرا وليس اخيرا، التغذيه السليمه. التمارين
الرياضه ما كافينش بوحدهم الا ما كنتيش كتاكل واحد الماكله اللي هي صحيه، او الا ما كنتيش كتاكل بشكل صحيح. دونك خاصك تهتم بالتغذيه الصحيحه والصحيه باش تعطي الجسم ديالك الطاقه باش يمكن ليه يتريني بشكل صحيح. وفي النهايه النجاح كيجي مع الالتزام، الحماس، تجنب الاخطاء، وحاول ديما تركز على عناصر باش تحقق النجاح. في هذا الفيديو كنحاول حتى انا نفكر راسي بهذا الشيء، وكنفكركم حتى نتوما. فإلا عندكم شي نصائح اضافيه عافاكم بارطاجيوهم معايا لتحت. كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. السلام عليكم.